حلقة اليوم تحديدا مختلفة عن حلقات تانية خالص. اتكلم فيها عن عبد الوهاب، الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، عن وردة، عن ميادة الحناوي، عن محرم فؤاد، وعن أهلا بكم في حلقة جديدة من مواقف مع عاطف. النهارده الحلقة اللي هتكلم فيها دي حلقة مثيرة جدا جدا وفيها اعترافات صعبة قوي. حقيقي الكلام اللي أنا هقوله ده مش بقوله على مسؤوليتي، لا، على مسؤولية اللي بيقوله. ضيفي النهارده الموسيقار وأشهر عازف أكورديون في مصر والوطن العربي، فاروق سلامة. فاروق سلامة النهارده بيعترف لي اما رحت زرته واتكلمت معاه، دعواتكم ليه تعبان شويه، قال لي انا لازم اعترف بعده اعترافات ليك كصديق وكاخ وصديق عمري، يعني احنا اصحاب بعض من سنين كتيره جدا جدا جدا. فاروق سلامه بيقول لي الموسيقار محمد عبد الوهاب سبب ان هو خلى ميادة الحناوي تمشي من مصر ان هو حاول يتحرش بيها، وما جه يتحرش بيها هي رفضت وقالت له انت زي ابويا، وهربت وجريت. ميادة قالت له لما اتحرش فيها ابو وهاب اكملني مراته كانت مسافره نهله قدسي، بتحرش بيها فراح قالت له انت زي والدي وراحت هربانه. فكانت زوجته نهله القدسي كانت مسافره الاردن كما يقول فاروق سلامه، فلما حاول يتحرش بيها بميادة الحناوي وهي رفضت وهربت من الموقف، كان لابد من ان هو يشوف طريقه ان هي تمشي من مصر. وبالفعل كلم والنبا واسماعيل شخصيا لما كان وزير داخليه ايامها، قال ان الموسيقار محمد عبد الوهاب جه مكتبه وعيط وقال له لازم ميادة تمشي من مصر عشان نهلة القدسي ترجع لي، مراتي وحبيبتي ترجع لي، وما يبقاش في موقف بيني وبين مراتي بسبب ميادة الحناوي. اسمعوا كلام النبا واسماعيل لما بيعترف فعلا، بيقول كمان ان عبد الوهاب جه هنا وبكى قدامه وعرف يتصرف النبوي ان هو كلف رجال الداخليه بايجاد سبب لخروج ميادة الحناوي من مصر. في يوم طلب الاستاذ المرحوم محمد عبد الوهاب ميعاد لمقابلتي، وانا احبه جدا الراجل ده واقدره. فجاني، احسنت استقباله طبعا، راجل كويس محترم فنان عظيم مشرف. فلقيته متاثر او مرتبك. ايه يا استاذ محمد؟ هو رقيق قوي قوي قوي. قال لي انا نهله هتسيبني. قال لي ناس وشوا عند نهله بان انا باحابي المطربه السوريه ميادة الحناوي، وشوا عند نهله ان في علاقه بيني وبينها وانها تهمني وان انا عايز اجيبها مصر. دي زعلت نهله وعايزه تسيبني وتسيب مصر وتمشي، ولو سابتني انا هموت. انا دي لو جت هيتخرب بيتي، وانا ارجوك اعمل اي حاجه. وفي قرارة نفسي اني برجو الله ان اصل لحاجه تخليني احقق رغبته. انا طلبت من الاجهزه بحث حاله ميادة الحناوي ووضعها بالظبط ايه. قلت قد يلقى الضوء قدامي او نصل لحاجه تبرر قراري اللي هو فيه تلبيه رغبته، بس يكون قرار موضوعي. فيشاء الله انه ما يخذلنيش ان يجيني معلومات مؤكده انها على صله ببعض جهات واجهزه، وفعلا عملوا قرار منعها من الدخول. ده السبب الرئيسي فعلا اللي خلى ميادة الحناوي تمشي من مصر وترجع سوريا. وبعد كده هو بليغ حمدي راح لها ولحن ليها وكتب اغاني ليها ولحنها في نفس الوقت، لانه كان برضو بيحب ميادة الحناوي. بليغ حمدي طالما جبنا سيرته بقى، فاروق سلامة حكى لي نفس الموقف اللي انا كنت اعرفه، بس ما كنتش اعرف تفاصيله بهذا الشكل. ان وردة معروف عنها ان سبب طلاقها من بليغ حمدي حب بليغ حمدي الفنان الموسيقار الكبير الجميل المبدع البوهيمي، لما هام بسميرة سعيد وهي صغيرة، واما كبرت خدها ابو ظبي يسجل معاها برنامج. ولما جه يسجل هذا البرنامج نشروا صورة سميرة سعيد وبليغ حمدي على غلاف احدى المجلات. هنا
راح واحد صديقنا ورى وقال لوردة ان بليغ كذا 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 وصورته على الغلاف وفي موضوع قصه حب، وقالت له طب وريني المجله. جابت المجله، فراحت بعتها لي رساله قالت له طلقني، لازم تطلقني. ودي قصه معروفه فعلا ان السبب المباشر لطلاق ورده من بليغ حمدي موضوع سميره سعيد. تعالوا شوفوا فاروق سلامه قال عليه ايه. بليغ حمدي ايوه حب سمير سعيد واتجوزها وطلقها وحبها، خدها دبي، عمل معاها اغاني وقال لها لي غنيتي لفاروق سلامه يا ملك قلبي المعروف، انا مش عاوزك تغني لفاروق سلامه. بليغ حمدي بقى يتغاظ لما اعمل لحن لاي مطرب او مطربه. وردة قالت بليغ حمدي ازاي يحب سمير سعيد ويسيبني؟ بقت تستغرب. اثبت فعلا سميره سعيد وبليغ حمدي او بليغ حمدي وسميره سعيد كانت اتفقت ان هي هتتجوز، او بليغ قال لها انا هنتجوز وعملت استعداداتها للفرح في المغرب. وبليغ حمدي كفنان بوهيمي ما راحش الفرح ولا سأل ولا الى ان تمر الظروف والسنين والايام وهتتجوز الموسيقار هاني مهنا. ده موضوع سميرة سعيد اللي الحق يقال ان فعلا كانت هي الشرارة الاولى لطلاق وردة من بليغ حمدي. بتكلم مع فاروق تاني بقول له انت مين اللي زعل منك؟ قال لي بليغ حمدي. بعد ما كان بيمدح بليغ حمدي وبعد ما كان بليغ حمدي مدح فيه فعلا كعازف اكورديون في فاروق، قال لي لا بليغ غار منه لما حب يعمل اغنيه لورده. وحتى عبد الوهاب نفسه قال لوردة ما تغنيش لي فاروق سلامه. شوفوا قال ايه عن الموضوع ده. عامل لحن الورده، لقيت ورده بترجع لي الشريط مع امين الموجي مدير عملها، بترجع لي الشريط ويقول لي مش هتغني لظروف. قلت له انا عارف الظروف ان ابو وهاب مش عاوز الحن ورده. انا تعجبت وتوقفت واكدت عليه زي ما انتم سامعين في التسجيل، الا انه قال لي ده حصل قدام عينيا الحكايه دي والحكايه دي والحكايه دي والحكايه دي. طيب يا فاروق انت ايه اللي زعلك من محرم فؤاد؟ قال لي انا عملت لمحرم فؤاد كذا وكذا 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 وفي الاخر خالص حصل كذا. بيني وبين محرم العلاقه كانت كويسه من ساعه ما قعد مع ابو وهاب، وابو وهاب قال لي ورده ده قاعد مع عمل الحان عدويه. الله، طب يا فاروق ما انت برضه لحنت المياده. قال لي اه، وراح حكي لي قصته مع مياده وقال لي انا عملت لها كذا كذا. بليغ حمدي قال لي مياده الحناوي لو غنيت لفاروق سلامه هطلع من هنا على المطار على طول، لان لحنت لها نعمه النسيان فاتجنن. ففاروق سلامه كواحد من الجيل بتاع زمن الستينيات السبعينيات، وشغله مع بليغ حمدي وشغله مع ام كلثوم وشغله مع محمد عبد الوهاب ومزيكاته وانفراداته، وبعدين هو عمل لمعدويه، عمل الحان لصباح، عمل الحان لمياده، عمل الحان لمحرم فؤاد، عمل الحان كتيره 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 حقيقي. وهو لمع في الحته الشعبيه، في المزيكا الشعبيه، في الموسيقى الشعبيه، لان فاروق سلامه بدايته كانت منين؟ من شارع محمد علي. فاروق سلامه ترعرع كشاب وكطفل في شارع محمد علي. كان ابوه حافظ سلامه موسيقي برضه، وكان عايش هناك، وانا زرتهم في بيتهم في محمد علي زمان. فاروق يعني اتاثر بالبيئه الشعبيه اللي هو كانت محيطه بيه، عكس جمال سلامه اخوه الله يرحمه لما راح روسيا طور ابداعه الموسيقي وعمل الحان برضه لسميرة سعيد. لكن من انجح اعمال فاروق سلامه معروفه احكي يا شهرزاد لسميرة سعيد. ده كان موضوعنا مع عبد الوهاب ومحرم فؤاد وبليغ حمدي وسميرة سعيد من خلال رؤيه واراء واعترافات الموسيقار وعازف الاكورديون فاروق سلامه، ربنا يديله الصحه. فاسمحوا لي، اعترافاته كانت اعترافات نابعه من قلبه
من دماغه، من اللي شافه من سنين وسنين عمر عاش فيها مع المجتمع الموسيقي والمجتمع الغنائي. نلتقي في حلقة أخرى من مواقف مع عاطف.